قبل ما نبداو كلكم بغيتكم تقولوا انا لله وانا اليه راجعون. داك المتطوع الولد المتطوع اللي كان خدام في الملعب توفى الله يرحمه بعد ما تصاب بكرسي. توفى الله يرحمه ويوسع عليه. هادشي هذا اللي صراحه درنا بزاف، يعني شفنا التنظيم كله رائع. التنظيم ديال كاس افريقيا في المغرب، واحد التنظيم، شفنا الترحاب اللي رحبنا بهاد الناس هادو، ورحبنا بجميع الدول اللي شاركات، رحبنا بهم وكناهم، ما خلينا ما درنا. ولكن هاد الناس هادو شوفوا في التالي هي الاصابه ديال هاد الشخص هذا الله يرحمه ويوسع عليه. يعني هو كان متطوع خدام، كيدير داكشي اللي روح المواطنه خلاته انه يتطوع باش يبين واحد الصوره زوينه على المغرب وعلى المغاربه وعلى كل شيء. ولكن في الاخير قدر الله ما شاء فعل. واش هاد الناس غادي يتعاقبوا؟ واش غادي يكون الكاف غادي يكون عليهم شي عقاب ولا شنو؟ المهم شفنا بزاف ديال هادشي اللي شفناه في الطيران. يعني راه حنا ما بدنا ان حنا خسرنا، يعني المنتخب المغربي خسر. ما بدنا ان كنشوفوا هاد التصرفات الغير اخلاقيه من هالطرف هاد الناس هادو. فراكم شفتوا الفيديوهات راه كلهم بارطاجاو، اللي هز كرسي، اللي كينقز، اللي يعني داك الناس خدامين الخدمه ديالهم وانتم كتاديوهم. علاش؟ يعني علاش هادشي هذا؟ الصراحه هادشي كيضر في الخاطر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شفنا الفرحه ديال الشعوب اللي كنا كيحسب لنا انهم خوتنا وحبابنا وحنا. يعني المغرب راه عنده واحد القلب اللي كريم وكيحسب له كل شيء. راه هادشي راه ماشي غير كاين في العائلات وكاين حتى في المغرب كامل. يعني كيحسب لنا اللي ضحك النار، كيحسب لنا حبيبنا وخونا وصاحبنا. ولكن في التالي كتلقى الميسر خرجت تحتفل، الجاره خرجت تحتفل، كلهم عرفتوا علاش محتفلين سيدي؟ محتفلين حيت المغرب خسر، حيت نيجيريا السنغال ربحوا. تخيلوا معايا انك يقولوا حنا ربحنا. باش ربحتوا؟ حيت واش نتوما سنغال؟ لا، كيقول لك لا حنا ربحنا حيت الفريق ديالنا كنشجعوه وبغينا يربح. وواحد الفرحه، يعني الفرحه اللي كانوا غادي يخرجوا يفرحوا المغاربه من بعد ما غادي يربحوا. خرجوا هاد الناس. حنا كنا متعودين هادشي من الجاره. ولكن باش نشوفوا دول وحده اخرين اللي كنا يعني كنتكلموا عليهم بطريقه مزيانه، كنقولوا هاد الناس مزيانين، نشوفهم واحد الاحتفال. راه واحد الاحتفال في مصر راه ما يمكنش واحد الاحتفاليه كبيره، الطوموبيلات وكلشي كيغوت وكلشي فرحان وكلشي هاز الدرابو السنغال وكلشي. يعني واش لهالدرجه المغرب عقده عند الاجانب، هما عقده عند الدول العربيه. ومتى غادي واوروبا ما كنلقاوش هادشي، لا في امريكا، لا في فرنسا، لا في جميع الدول الاوروبيه. ما عمرنا شفناهم المغرب خسر وخرجوا احتفلوا. ولكن عند شقيقك حبيبك خوك تلقى هادشي هذا. الصراحه هادشي كيضر في الخاطر وعقلك كيوقف. راه واحد الاحتفاليه كانت عند الجاره، الاعلام ديالهم راهم دايروا واحد الاحتفاليه وواحد النشاط، وما نقولكمش ناشطين. الناس نشطوا فرحوا حيت حنا لا يعقل هادشي هذا. راه كيضر في الخاطر، راه من كنشوفوا. ولكن شكرا لهاد كاس افريقيا. شي واخا ما ديناش، واخا عرفنا بان هاد كاس افريقيا ما داوش كيف ما شفنا بيلانتي اللي ضرب ابراهيم دياز. حتى كانوا تليفونات وكانوا يعني بزاف ديال الاشياء اللي راهم المغاربه كلهم لخصوا كل شيء. باش شفنا داك ضربه اللي ضرب ابراهيم دياز، يعني ضربها له في يديه، يعني غاكو غير ربحوا. حيت الا ما ضربهاش بداك الطريقه، واخا لقى بزاف ديال الناس كيتكلموا ابراهيم دياز ضيعنا دارنا فين. راه ماشي الخاطرو عباد الله، راه ماشي الخاطرو. راه شوفوا كيفاش كان قبل ما يضرب داك الضربه، كيفاش كان يعني لا ما ضربش داك الضربه بداك الطريقه هذيك كان غادي يقولوا فشل التنظيم. يعني التنظيم ماشي شي تنظيم، كاينه الكولاسه، كاينه كذا، وديتوها حيتاش. يعني ها هما غير ربحوا به المغاربه. شوفوا يعني احنا فرحانين، وخا هكاك فرحانين لان
بانت الصوره وضاحت الصوره للمغاربه. يعني حنا مبقيناش زعما حاقدين ولا كنقولوا علاش، لانهم ماشي لخاطرهم حتى اللعابه، ماشي لخاطرهم انهم راهم داكشي اللي حاسين به هما راه الدوبل على اللي حسوه المغاربه. هي كتشوفوا المغاربه كلشي كيبكي، عيالات صغار كبار كلشي كيبكي، ولكن راه شوفوا حنايا غير كنتفرجوا وعندنا الحرقه على بلادنا، وهما اللي لاعبين كيفاش غادي يكونوا احسن عوانهم. يعني راه كاين اللي كيقول لك لا وراهم الفلوس حيت الفلوس وكذا، وراه غادي يمشيو يبدلوا حياتهم ويمشيو احسن وطيلات، احسن تصافيره، احسن هادي، والديهم ما مخلينهم ناقصين حتى شي حاجه. ولكن راك الروح الوطنيه راه شي حاجه كبيره. يعني هما راه ماشي لخاطرهم هادشي هذا، يعني راه فوق طاقتهم. وصراحه من بعد ما وضحت الامور وشفنا كل شيء، وتخيلوا معايا ان المدرب الفرنسي قال لهم كيفاش غادي ينجح المغرب وقاره كلها ضدها. يعني راه حنا شفنا هاد القاره اللي حنا ما صراحه ما احنا ما كنتاميوش لهاد القاره هذه الصراحه، لان حنا كبارين 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 واحد النيفو كبير. المهم اخوتي هادشي اللي كاين، ما كتلقى ما يتقال. ولكن المغاربه راه لخصوا كلشي، وكلشي كتشوفوه في السوشيال ميديا، وكلشي باين وكلشي واضح. المهم اخوتي خليو لي الاراء ديالكم نتوما، كيفاش الحاله النفسيه ديالكم، كيفاش عايشين، واش مرتاحين، واش خفف عليكم داك الاحساس الخايب شويه. المهم راه بشويه بشويه غادي ندوزو، غادي نفوتوا هاد المرحله هذه، غادي يعني مرحله وفايته، وان شاء الله القادم احسن باذن الله. والمهم تبقاو على خير وبسلامه عليكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه، وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.